بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين أصدقائي الأعزاء، مساء الفل على حضراتكم. نقدر نقول كده مبدئيا إنه الدنيا اختلفت كتير جوه نادي الزمالك بعد صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة النهارده، والجهاز الفني يعني عمل حالة كده من الهدوء والاستقرار وحالة من الارتياح الشديد بين لاعبي نادي الزمالك وجهازهم الفني. كله اتكلم النهارده قبل التدريبات لأنه كان الفريق يومين ما اتدربش، قول بقى بسبب الازمه الماليه، قول بسبب الراحه والخوف من الاصابات زي ما قال المدرب، ايا كان السبب. لكن العوده النهارده عوده مهمه لانها جايه بمعنويات عاليه. خساره الاهلي هزت استقرار الزمالك، بتهدد بابتعاده عن القمه، ولكن الزمالك ما بعدش على المنافسه. زعلانين طبعا جدا، ناقمين جدا. كتير مننا ولا زال بيطالب باستبعاد المدرب يانيك فيريرا. معاهم كل الحق وبضم صوتي لصوتهم، ولكن لا صوت يعلو فوق صوت الزمالك. بمعنى مصلحة الزمالك احنا هندعمها، لان انا شخصيا يعني انا بزعل وبنفعل زي اي زملكاوي بيحب ناديه، لكن لما بنيجي نحسبها بالهدوء بقى يعني صعب الوقت التغيير. يعني انا عندي مباراة المحلة وبعد المحلة ايقاف لمدة اسبوعين ثلاثة عشان المنتخبات واللازم منه. فالطبيعي انه ناخد فترة من الراحة، خصوصا انه التغيير شبه مستحيل. مستحيل ليه؟ مستحيل انه بيهدد استقرار الزمالك. مستحيل لانه جون ادوارد المدير الرياضي المسؤول عن اداره ملف كره القدم رفض مع مجلس اداره النادي فكره رحيل المدرب، وبالتالي يا الخناقه تستمر ويبقى عندنا ناس جوه المجلس بتراهن، واعضاء من مجلس الاداره اكثر من 5 اعضاء بيطالبوا برحيل المدرب حالا، وبيتصدى ليهم حسين لبيب وهشام نصر ومعاهم جون ادوارد. اذا المساله اتحولت لخناقه على المدرب. علشان الزمالك يتفادى المطب يعني من المهم استمرار فيريرا. مش معنى كده ان انا شايف ان هو المنقذ ولا انه لازم يكمل. انا كده عندي فوبيا من التغيير، يعني دايما بميل لحته الاستقرار سواء على المستوى الفني او المستوى الاداري. برضو اخاف اجيب مدرب يقعد يجرب عليا وفيا فتره طويله وما يحققش وبعدين ارجع اعمل زي الاهلي مدرب ورا مدرب، وفي النهايه هتبقى المساله الزمالك يكون خرج من المنافسه. فخلينا نعيد تاني شحن بطاريات الزملكاويه المعنويه، وده واجب زملكاوي. خلاص زي ما بيقولوا سبق السيف العزل. لو غصب عني وعنك فيريرا مكمل فانا هدعم فيريرا بشرط ترجع تاني بالزمالك اللي نعرفه، ترجع للعروض الفنيه القويه جدا امام المحله، تحقق لي فوز مريح من غير الثلاث عناصر. يعني مش هكتفي بالفوز مثلا، يعني مش هكتفي بانك تكسب المحله 1-0 مثلا في الدقيقه 90 زي الاهلي. مش هكتفي انك تقدم عرض رائع جدا وتخرج مثلا متعادل لا قدر الله مش فايز. فبالتالي عايزين عرض قوي وفوز كبير يرجع لجماهير الزمالك ثقتها ويمسح احزانها بعد الخساره امام القمه. ده انا متهيألي مطلب عادل، واللي مش منضم ليا ومصر على انه يعني يطالب بعزل المدرب ما حدش هيقدر يلومك. انا مش انا شخصيا مع الزمالك خلاص، يعني معاه لحد ما نشوف الراجل ده اخره ايه، لانه في النهايه الزمالك ما بعدش قوي. النهارده انت برضو متصدر بفرق نقطتين، ولو كسبت المحله هتخلص وتروح التوقف وانت متصدر. يعني تقدر عندك فرصه تعالج اخطائك، الاداره تشوف الكوارث الماليه اللي هي فيها ومعطله ومأثره على شغل الفريق لحد النهارده، وتقدر في الفتره دي تعيد الهدوء والاستقرار وتكمل انتصاراتك تاني وتخش في المنافسه. تارجت الزمالك مش هفكر حضراتكم المشاركه في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي، وهذا يتطلب 1 الفوز ببطوله الدوري، 2 الوصافه. الزمالك طالما انه مش بعيد عن المكانه دي خلينا ندعم، وان شاء الله الزمالك يقدر يكمل ويقدر يواصل. طيب النهارده في التدريبات في كتير شغل فني وشغل تكتيك كتير هيتعمل، لان الراجل هيدخل على طول في النواحي الفنيه ما عندوش وقت، وانا بس باخد على الجهاز الفني ومجلس اداره النادي وبحملهم مسؤوليه انه يومين بس تدريب قبل مباراه مهمه زي المحله. مساله فيها ريسك، اتمرن خميس وجمعه والعب سبت فيها ريسك. نقول اللعيبه راجعه من مباراه كبيره للقمه ماشي، كان في حاله من مش هنسميها التمرد يعني، ولا تمرد ليه؟ لا حقهم، اللعيبه كانوا زعلانين عشان الفلوس، رجعت الفلوس، رجعت معنوياتهم. ما ده اللي انا قلته قبل القمه. الفريق محتاج قبل القمه مش انك تطلع يوم مباراه الجونه ببيان تقول للعيبه فيه شكرا انكم بتلعبوا من غير فلوس. قلت الكلام ده كان قرار غبي وكان بيان غبي، ان انا اطلع قبل مباراه مهمه اقول شكرا يا رجاله انكم بتلعبوا ببلاش وبرافو بس افلوك. فالمباراتين اللي بعد البيان انت وقعت فيهم، اتعادلت مع الجونه وخسرت مع النادي الاهلي. فالكلام الصح بقى اللي عملته المره دي
انك سلمت اللعيبه مستحقاتها النهارده قبل ما يبداوا التدريبات، خلاص يبقى من هنا لمباراه المحله ذهنه صافي، راح يتمرن بس، راح يلعب كوره بس، فهتلاقي الزمالك مختلف عن اللي كان موجود امام الجونه ثم النادي الاهلي. تغييرات كتير النهارده هيشوفها الزمالك الفتره اللي جايه، نتيجه غيابات ونتيجه يعني استبعاد بعض اللاعبين اللي من وجهه نظر الجهاز الفني ما ادوش بشكل كويس في اخر المباراتين. ابرز الغائبين عن الزمالك في المحله طبعا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد من المرات القليله اللي بيغيب بتراكم الانذارات. عبد الله السعيد هيغيب وهيسيب فجوه في الفريق. لما تبص كده في التشكيله مش هتلاقي اقدر من احمد حمدي انه يرجع تاني يعني يشارك من بدايه المباراه مكان عبد الله السعيد. احمد حمدي فرصه ذهبيه بالنسبه له بعد غياب سنه ونص تقريبا عن التشكيله الاساسيه للفريق، هيكون هو البديل الجاهز لعبد الله السعيد. اتمنى له يثبت رجله كويس ويبقى اضافه للزمالك كما لو كان صفقه جديده، لان انا عارف ان امكانيات احمد حمدي كبيره جدا، مش لعيب كوره عادي، لا لعيب من اللعيبه اللي عندها دماغ، اللي يقف في الملعب بيقدر يغير لك حاجات كتير. فده من ناحيه مشاركه او تغيير اجباري بسبب غياب لاعب. طيب 2 تغييره اختياريه، يعني بيفكر فيها الجهاز الفني النهارده انه يريح محمود بن طايق اللاعب المغربي ويشرك مكانه احمد فتوح. والحقيقه يعني يمكن بن طايق في مباراه الجونه ثم مباراه الاهلي كان بعيد جدا 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 عن مستواه، بل مش هبالغ لو قلت ان في مباراه الاهلي كان واحد من نقاط الضعف في خط دفاع الزمالك، ومن عنده اتفتح شارع لمحمد هاني. تخيل مش لحد تاني، مش لبزيرة مثلا، مش لعيب بامكانيات مثلا حتى زيزو، ده محمد هاني عمل شارع ورا وقدام اللاعب ده بشكل كبير، هو وطبعا طاهر محمد طاهر، وكمل حسين الشحات بعد نزوله. علشان كده في حاله من الزعل من اللاعب المغربي اللي بعيد عن مستواه من بدايه الموسم ده. خلي بالك هو يمكن ادى ماتش بشكل كويس، ماتش المصري يمكن او الاسماعيلي، لكن باقي مبارياته مع الزمالك السنه دي بعيد جدا عن مستواه. فمن المتوقع خروج برضو محمود بن طايق وعوده فتوح. ليه فتوح؟ فتوح اللي كان سيء برضو لفترات طويله، برضو نزل امام النادي الاهلي عمل لك عمق هجومي من الناحيه الشمال كنت بتفتقده تماما في وجود ادم كايد وفي وجود محمود بن طايق. نزل خلى للزمالك في المنطقه دي شكل، وقف سيل الهجمات اللي كانت للنادي الاهلي من هناك ونقل الكره الملعب الاهلي. ففتوح يستاهل، لكن بشرط انه يجتهد، لان شخصيه فتوح اتطمست اختفت. فتوح امام خيارين: يا تكمل مع الزمالك بالمستوى اللي كان بيمكنك من اللعب اساسي في منتخب مصر، او هتغادر الزمالك في يناير. خلي بالك في قائمه كده بتتجهز مش عايز اتكلم عنها لعدد من اللاعبين اللي هيتم الاستغناء عنهم، منهم فتوح. ففتوح عنده فرصه ذهبيه. الكلام اللي قلته لاحمد حمدي هقوله لفتوح مضروب في 10. على الاقل احمد حمدي قاعد والزمالك يرغب في تجديد عقده وعايز يمضيه 3 سنين وتم الاتفاق على كده، يعني حتى وهو بعيد عن التشكيل سنه ونص هو مرغوب في الزمالك، لانه راجل لعيب كويس لما بينزل بيركز. لكن فتوح عندك كل الفرص اللي خدتها وانت مهدد انك تكمل في الزمالك. فاتمنى ان المباراه دي تمسك في الفرصه بايديك واسنانك. شغل الاستعراض وشغل السرحان والهروب من الكره مش هينفع. الزمالك في منطقه خطر جدا. ففتوح انا بقول ده وبتمنى له التوفيق. انا بحب فتوح لكن بحب الزمالك اكتر منه. يوم ما يستمر على هذا الاداء هضم صوتي لصوت الناس اللي بتطالب برحيله عن النادي. طيب تغيير تاني مرتقب ومنتظر ومهم جدا، مش مرتقب يعني لو بص كل التغييرات عليها كلام. بندعم احمد حمدي، بندعم فتوح، وجود دور على دعم مهاجم اتصور انه هيبقى من المواهب المميزه جدا في كره القدم المصريه، وعمرو ناصر. عمرو ناصر كمان زي ما قلنا اجباري احمد حمدي هيشارك مكان عبد الله السعيد، كمان اجباريا عمرو ناصر كمهاجم هيشارك مكان عدي الدباغي اللي هيغيب فتره، ويمكن من حسن حظه هي فتره توقف الدوري وبعدين يرجع تاني بعد التوقف يتمرن ويشارك في المباريات. عمرو ناصر النهارده لاول مره برضه عنده فرصه ذهبيه انه يبدا مباراه المحله اللي هتكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الساعه 5 على ملعب هيئه قناه السويس اللي موجود في مدينه الاسماعيليه. عمرو ناصر تلقى تعليمات من الجهاز الفني بالفعل اجهز، لانك المهاجم الاساسي بعد استبعاد ناصر منسي واستبعاد عدي الدباغ، واصبح هو المهاجم الوحيد. يعني جايه لك يا عم عمرو على طبق من ذهب. زي ما بنقول لفتوح استغل، احنا بنقول لك استغل مش تهديد علشان هتمشي، بالعكس
لان احنا محتاجين ليك، محتاجين لامكانياتك وموهبتك. لعيب نزل برضه امام الاهلي عمل دربكه وكره في العارضه وواحده في ايد الحارس، كان هيسجل اكتر من مره. كلام كمان ده حصل امام الجونه وجاب ضربه جزاء والمساله كانت ماشيه زي الفل. عموما برضه تغييره مهمه جدا لعمرو ناصر مكان عدي الدباغ. الرابع، التغييره الرابعه، خلي بالكم احنا بنستعرض اللي هيحصل امام المحله. والمرشحه ايضا عوده المتمرد بقى او المشاغب، خليها المشاغب مش المتمرد، شيكو بنزا. شيكو بنزا كمان اللي قلته على احمد فتوح بقوله عليه. شيكو بنزا مطلوب انه يدافع عن مكانه في الزمالك. برضه واحد من الناس اللي استمراره على هذا المستوى بيحط تحت اسمه خطين حمر، يعني ممكن يكون جوه القائمه المرشحه للرحيل عن نادي الزمالك وفسخ التعاقد معاه بالتراضي في يناير اللي جاي. شيكو بنزا بدا يسوق العوج زي ما بيقولوا. شيكو بنزا ما عندوش الشخصيه اللي تخليك تثق فيه ويتحمل معاك مسؤوليه زي مثلا بزيرة او عدي الدباغ، لعيبه رجاله من الصفقات الجديده زي عمرو ناصر واحمد شريف على فكره اللي ما لعبش كتير، لعيب متميز بس لعيبه رجاله عندهم شخصيه. شيكو بنزا بيفتقد الشخصيه. مباراه برضو المحله ممكن تبقى بدايه لعوده شيكو بنزا مكان ادم كايد. ليه بقى؟ ادم كايد لا عنده انذار ولا مستبعد لاصابه، ولكن ما قدمش المستوى المطلوب منه او المنتظر منه الفتره الاخيره. الحقيقه مستواه يعني اسف في اللي هقوله اقل من الزمالك. يعني يمكن لعيب كويس، لعيب مهاري، بس لعيب يقف على الكوره ويلعب في فرق متوسطه في وسط الجدول ما عندهاش طموحات ولا ضغوط جماهيريه. انما ادم كايد بدنيا لا يصلح للزمالك، وبرضه يبقى واحدا من اللاعبين اللي هيكون تحتهم كده خطين حمر مع التعديلات اللي هتحصل في يناير اللي جاي. ادم كايد ما عندوش فرص ولا حظوظ كبيره انه يكمل في نادي الزمالك، ودي فرصه شيكو بنزا. يا تركب تاني وتاخد مكانك، يا تستعد يا باشا للهبوط الاضطراري في يناير اللي جاي. دي ملامح كنت من المهم ان انا اقولها طبعا قبل مباراه المحله. طيب بعيد بقى عن ده، كان حصلت كده دوشه، خناقه كده بين جون ادوارد ومجلس اداره النادي، وبعض الناس كانوا بيطالبوا باقاله المدير الفني بشكل نهائي. زي ما قلت في بدايه كلامي الراجل مكمل، فخلاص اتمنى من مجلس اداره الزمالك شويه هدوء وشويه صبر بقى، طالما انك خدوا القرار بانه فيريرا مكمل مع جون ادوارد ومش محطوط له سقف، يعني مكمل لنهايه عقده، يعني مكمل لنهايه الموسم. بالاضافه لان مجلس اداره النادي لا عنده مبالغ ماليه يقدر يدفع الشروط ولا الكلام في عقد الراجل المدرب، ولا عنده مبالغ ماليه كبيره يجيب بيها مدرب مختلف وكواليتي مختلف. يعني الناس بتمشيها على قد الايد، ودي مشكله الزمالك من يوم المجلس ده ما جه. دايما ماشيه في حدود الامكانيات الضيقه. الصفقات جت في ميركاتو واثنين وثلاثه واربعه تقريبا ببلاش واسماء قليله، وفي وقت كان الزمالك محتاج فيه تدعيمات كبيره جدا جدا جدا. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم مفيش تغيير مدرب الفتره اللي جايه. طيب ده فيما يخص كل التفاصيل جوه نادي الزمالك. اروح للنادي الاهلي بقى في خبر كده سريع، لان الحقيقه انا برضو بيلفت نظري حاجه مهمه. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي النهارده الخميس مفروض هيقدم اوراق ترشحه كرئيس للنادي ومعاه قائمته بالكامل. فبعد ما استقر بشكل كامل وقفل القائمه. الفتره اللي فاتت كان فيها ناس بتدخل وناس بتخرج، هي فيها طبعا بعض المفاجآت القائمه، طبعا منها من وجهه نظري خروج طبعا الراجل اللي عمل قلبان على النادي الاهلي، مش عايزين نفكرهم بيه. عموما انا هعتبر المفاجاه في قائمه محمود الخطيب مش خروج حد، ولكن دخول سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ لما استدعاه الكابتن محمود الخطيب كان عنده طموحات واحلام انه يترشح على منصب النائب، وما كانش فيه توافق قوي مع الكابتن الخطيب. يعني ايه ما فيش توافق؟ يعني كان مرتب حتى مع ياسين منصور لو دخل رئيس كان ممكن سيد عبد الحفيظ يدخل معاه، لكن لحقوا الخطيب وجابوا شغله كمدير كوره ولا مشرف على الكوره، ودلوقتي هياخد الدور بتاع الراجل اللي قلت فتح النار على الخطيب وعمل دوشه، هو الكابتن حسام غالي. حسام غالي خرج، حل محله سيد عبد الحفيظ كواحد بتاع كوره في مجلس اداره النادي الاهلي اللي هيقدم اوراقه النهارده القائمه بتاعته اللي طبعا هتنجح، يعني مفيش انتخابات ولا حاجه، اللي فيها كابتن محمود الخطيب رئيس، ياسين منصور رجل الاعمال نائب رئيس. وبالمناسبه كان برضه بيفكر زي ما قلت لحضراتكم يعمل جبهه قويه ويخوض بها الانتخابات في مواجهه محمود الخطيب. لولا الجلسه اللي جمعت الخطيب بالراجل
ووافق على اساسها انه يكمل او يدخل في منصب النائب، مقابل انه يشارك الخطيب في اداره شؤون النادي. يعني ما يبقاش راجل برفان، يعني ما يبقاش قاعد زي اي حد ملوش، بيجي نائب رئيس وبيجي امين صندوق احيانا ملوش قيمه يعني. لكن الراجل قال لك لا، انا عايز اشتغل، يشتغل كنائب يا ادخل كرئيس. فمحمود الخطيب تعهد انه هيشتغل، لان الراجل قال لك انه مريض ومش هيكمل في النادي الاهلي فترات طويله ومش هيتواجد فترات طويله. بتضم تاني القائمه الاخ خالد مرتجي. وبالنسبه لامانه الصندوق فوق السن الاعضاء طارق قنديل، محمد العزاوي، محمد الضماطي، محمد الجرحي، سيد عبد الحفيظ، احمد حسام عوض، حازم هلال. وتحت السن ابراهيم العمري ورويده هشام. دي الاسماء اللي اعلنها الكابتن محمود الخطيب، واللي هيتقدموا النهارده باوراق ترشيحهم قبل اغلاق باب قبول اوراق الترشيح بكره الجمعه، لانه الانتخابات حضراتكم عارفين يوم 30 و31 اكتوبر. بعد كده هتبدا فتره الدعايه وفتره الكلام مع الاعضاء. الحقيقه يعني النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب يعني مختار جبهه، انا شايفها جبهه حرب مش جبهه اداره نادي كوره، معظمها من رجال الاعمال، بس رجال اعمال مختلفين عن اللي في الزمالك شويه. رجال اعمال بيدفعوا، يعني الضماطي بيدفع في غرف مغلقه، ما بيطلعش يعمل بروباجندا اللي عملها هشام نصر امبارح. 354 الف بوست تقريبا ومنشور على كل مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه انه ادى الزمالك 20 مليون جنيه سلف على سبيل القرض الحسن. ياسين منصور اللي دفع وسايب وكان عند النادي الاهلي 150 مليون جنيه. الراجل ما حدش يعرف عنه حاجه. طارق قنديل في غرف مغلقه بيدي، محمد الضماطي، محمد الجرحي. الحقيقه مجموعه كلها. ليه بقول الكلام ده؟ مجموعه قويه. ليه بقول الكلام ده؟ لانه وجود هذا المجلس في النادي الاهلي بيشكل خطر على كابتن حسين لبيب ورجالته في الزمالك، لانه دايما هيكون فيه مقارنات. انت قادر تكمل النادي الاهلي ومنافسك الحقيقي يعني ومعاه بيراميدز، قادر، لانه اللي عنده فلوس واللي عنده امكانيات هو اللي هيقدر ياخد بطولات. والنادي الاهلي سيد الناس اللي عارفه ازاي البطولات بتيجي وازاي الفلوس بيتم انفاقها علشان يجيب بطوله. حضرتك هتقدر تعمل ده. نادي الزمالك مشكلته الفلوس، يعني واحد مشكلته انه بيقدر يجيب فلوس كويس وبينفقها بشكل يضمن له بطولات بدون تفسير، والزمالك مشكلته انه ما بيعرفش يجلب موارد ماليه، وبالتالي بتبقى عقبه. هتلاقي عقوبات من فيفا، مدرب بيهرب، لعيب بيقدم شكوى. استقرار موجود بشكل كبير هنا وعدم استقرار موجود بشكل كبير هنا. اتمنى الفتره اللي جايه مجلس اداره نادي الزمالك علشان يعني تريحوا الناس وتريحوا الدنيا، محدش فيكم يحط ايده في جيبه. مش مطلوب ان انتوا تدفعوا للزمالك، بس كفايه. عايزين عمل مؤسسي، مجموعه تدير بشكل محترم. وريني فين لجنه الاستثمار وتنميه الموارد اللي صدعتني بيها. اهم من ده كله اقفل هذا الملف كمان وافتح لي ملف اكتوبر. مش هكتفي بالكلمه التخديريه اللي اطلقها ممدوح عباس امبارح وقال لك الارض راجعه. طب ما احنا كلنا عارفين ان شاء الله ان الارض راجعه. ما يكونش مسكن للناس بعد هزيمه الاهلي. ما يبقاش وظيفه ممدوح عباس ومجلس اداره الزمالك يلا 20 مليون عشان نغير وجهه نظر الناس وننسيها فكره المطالب بالرحيل والمطالب بالبتاع، والناحيه الثانيه ممدوح عباس يقول لك الارض راجعه عشان برضه ننسى الخساره من الاهلي ونقول الارض راجعه. السياسه دي عفى عليها الزمن. الزمالك محتاج مجلس اداره عافي، مجلس اداره قادر انه يوفر ويساعد النادي على جلب مخدرات ماليه كبيره عشان تقدر تدير المنظومه. اتمنى وكل الدعم لكل كائن حي في الزمالك هيخدم النادي ويخدم فريق كره القدم. بشكر حضراتكم ودايما نلتقي.